زي ما انتم متعودين لازم ادي شرح مبسط عن ايه هي هم المام، عشان اللي ما بيحضروش الحلقات يا ريت تروحوا اليوتيوب تشوفوا بقيه المقارنات. احنا لسه في مرحله الشيبسي، لسه اول بدايه البرنامج بتاعنا بتاع هم المام. ده يا جماعه احنا بنقارن بين الحاجات اللي دايما بنحتار في طعمها وبنقف قصادها نفكر يا ترى اجيب شيبسي ولا كرانشي ولا بيك شيبس ولا تايجر ولا ليون ولا. فانا عملت المقارنه دي ووفرت عليكم ان انتوا تجربوا كل الانواع، وبقول لكم كل نوع متميز بايه، وفي نوع بيكسب معانا اللي بحس ان هو اكتر نوع معبر عن شكل الكيس او الفليفر اللي مكتوب عليه. النهارده الجزء الرابع بنقارن فيه طعم الشطه والليمون. ونبدا النهارده منتج ما كانش معانا الفتره اللي فاتت، عشان دايما بنلاقي له الانواع بتاعته في الشيبسات بتاعته بقت كلها اختراعات، بقى فيه بالسجق وفي باللحمه المشويه على مش عارف ايه، والفراخ المكسيكيه المتبله بايه، حاجات غريبه ما بلاقيلوش الحاجات، ما بقتش الاقي العادي اللي هو كرانشي بالجبنه، كرانشي بالقوطه، كرانشي بس لقيناها بالفلفل الحلو. لقيت شطه وليمون كرانشي، بيج شيبس شطه وليمون، طبعا شيبسي شطه وليمون. وما لقيتش في المنطقه او حوالينا في الكام كشك والسوبر ماركتس اللي حوالينا تايجر بالشطه والليمون بصراحه. احب ابدا النهارده بالكرانشي عشان ده اول مره نقابل الكرانشي. بنفتح يا جماعه كيس الكرانشي. مبدئيا من النظره الاولى الريحه طلعت هبت في وشي، ريحته قويه جدا. النظره الاولى في سليم كتير بس في نسبه كسر، يعني مش بينافس طبعا تايجر في الكسر، تايجر اغلبه بيبقى مكسر بس في نسبه كسر. طلع واحده سليمه جميله. دودو اتفضل. شطه وليمون، انا مش من الفان بتاع الشطه والليمون على فكره. انا الفن. دودو أنا بحب شطة أصلاً. بحب شطه وليمون جدا. بسم الله. ايه رايك؟ طعمه قوي؟ طعمه قوي جدا. انا حاسس طعمه كويس لطيف. طعمه قوي، يعني طعمه دخل في بقك جوه. مش مشطشط، يعني نسبة الشطشطة فيه قليلة. طعم الليمون فيه أقوى شوية من الشطة. طعم الشطة فيه عادية مقبولة. الحباية مش مقرمشة قوي زي بيك شيبس، يعني مش حطب. لا بتتكسر بسهولة. لا تايجر هو زي قصدي زي مش زي تايجر سوري. كسرت بسهولة مع انها تخينة برضو نوعا ما عن شيبسي وعن المنتجات التانية. الكيس يعني مكسر شوية برضو بس طعمه قوي. طعمه ممتاز. اديله 9.5 من 10. انا ممكن اديله 8 من 10. احب اخلي الشيبسي في الاخر عشان دايما الشيبسي بيفوز معانا، فبلاش ايه عشان ما نجملوش ندوق الاطعمه التانية. نجرب البيك شيبس الشطه والليمون. الريحه ما هبتش زي كل مره، يعني بدات تطلع اهي. بيك شيبس يتميز بالشيبسيايه الكبيره، شيبسيايته دايما كبيره ولونها احمر، دايما الشيبسيايه محمره وضخمه، ودايما الشيبسي فيه سليم، يعني قليل جدا لو لقيت شيبسيه مكسوره. بيكونوا اللي تحت خالص اللي هم. ريحته قويه قوي، فهنجرب ندوق. ريحته توابل كده. جدا. حراق بالنسبه لي، طعمه حراق جدا جدا. بس في الاول كنت حاسس فيه سكه بقسماطه كمان. انا حسيت ان هو الطعم قوي لدرجه الافوره، يعني ليمون قوي وشطه قوي وتوابل كتير. توابل قوي. اللي هو كرانشي احسن. كرانشي اهدى، يعني طعمه اروق، ممكن تاكل براحتك. ده تحس ان انت وحدايه واستنى. هو بصراحه بيج اول مره يبقى خايب ظنك صح؟ هو يعني اللي بيحب الحاجات الصعبه القويه بيك شيبس هيجي معاك سكه، يعني هو طعمه ليمون قوي وحراق قوي واوفر. ده متوسط، يعني انا بالنسبه لي لا، انا مش عايز اكل حاجه ابقى متضرر منها، فهدي لدوت 5 من 10. انا هديه دوت 5 من 10. شيبسي يا جماعه شيبسي دايما بيفوز معانا. شيبسي دايما بيفوز معانا بس في كل الاجزاء. الحبايه عارفينها طبعا، الشيبسيايه الذهبي الصفراء السليمه، التقطيعه الشفافه السليمه. شيبسي دايما متميز، هو الشيبسي قديم معروف،
شيبسي متوازن. اديله 9 من 10. لا، بالنسبه لطعمه الفليفر الشطه والليمون يعني انا ما بحبش الشطه والليمون، بس هو كمقارنه لا هو مظبوط جدا، كتمليحه، كطعم ليمون على الهادي، طعم الشطه على الهادي، قرمشه على الهادي. انت بقى؟ بحسه اللي هو طعمه حلو، ولا افوره قوي، ولا اللي هو تحس بطعمه مظبوط، وتقعد تاكله. اللي هو احسن شيبسي تجيبه هو شيبسي. ودلوقتي هتنحى الاثنين دول. انا عايز بصراحه كاسب كرانش معاه. عايز تحط كرانش معاه؟ ممكن دودو برضو بيرجح الكرانش معاه زي ما انا رجحت في الاول كيس شيبسي برضو. عندنا يا جماعه دلوقتي انا ملاحظ ان كل اللي كسبوا شيبسي شطه وليمون، شيبسي بالطماطم، شيبسي كباب، شيبسي طماطم، شيبسي جبنه عاديه مش متبله. وبيج مره واحده وكرانش مره واحده. في مره فيها البيج بالجبنه المتبله كسب عن الشيبسي، في مره كرانشي كسبناه برضو ايه يعني لانه متوسط لطيف ماشي حلو مش وحش. غير شيبسي البيج شيبسي خسر. فتنتهي سلسله الشباسي بفوز ماركه شيبسي في اغلب الاطعمه العاديه الدارجه. وهنا تنتهي سلسله الشيبسي، ونشوفكم قريب في فيديوهات لحاجه تانية من الهم الماما. سلام.